السلام عليكم متابعينا. في حادثة الأفارقة الذين استولوا على سكنات عدن ومطالبتهم بعدم الخروج منها في الرحمانية بالجزائر وطمعهم فيها وكأنها حق، فعند محاولة ترحيلهم وإخراجهم من المنطقة ومن السكنات التي استغلوها وكأنها ملك لهم، تم تدخل وحدات الشرطة والدرك الوطني بأمر من رئيس الجمهورية، حيث كانوا على استعداد تام وقاموا بدورهم في محاولة إخراجهم، إلا أن الأفارقة قاموا بإشعال النيران وثاروا غاضبين حاملين في أيديهم أسلحة بيضاء وتهجموا على الدرك الوطني. واليوم تم تأكيد خبر إصابة 7 أشخاص من أفراد الدرك الوطني بعد هجوم الأفارقة عليهم. نتمنى لأبطال الجزائر الشفاء العاجل ونطالب بترحيلهم إلى بلدهم قبل وقوع ما لا يحمد عقباه أو مطالبتهم كذلك بالجنسية. ما رأيكم متابعينا في تصرف الأفارقة؟ وما رأيكم بأبطال الجزائر وكيف كانوا واقفين على قدم وساق؟ شكرا لكم متابعينا، نرجو منكم الضغط على زر الإعجاب والمتابعة.